السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى الواحد بصراحة مكسل يقف ويطبخ والجو حر جدا يعني، فقلت اعمل رنجة وهعملها سلطة كمان عشان متبقاش حامية قوي. اول حاجة هنصلي على الرسول كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجيب طماطم كده على الكمية اللي انا عايزاها، وهقطعها قطع صغيرة، وهجيب خيار برضو. انا عامة ما بحبش الخيار جنب الرنجة، بس لو هي صحيحة، انما في السلطة بعمل خيار. وبصلاية كده برضو هقطعها، وفلفلاية رومي هقطعها برضو، وهبشر جزراية صغيرة. الرنجاية هنا انا شويتها، ما بحبش اخليها نية ابدا، لازم تتشوى يا جماعة، عشان لو فيها اي ميكروب بالحرارة بيختفي. شويتها كده وقطعتها، تقطعها بقى زي ما انت عايزاه على حسب التقطيع بتاعك. انا يعني شلت منها السلسلة، وبعد كده بدأت اشيل اللحم وقمت مقطعاه بالمقص اللي خاص بالمطبخ يعني. قطعتها القطع الصغيرة دي كده. طبعا مش هعمل كمية الخضار اللي انا عملتها كلها، لان انا كنت يعني حاطه في دماغي ان انا هيبقوا مثلا رنجايتين، بس فوجئت ان في اشخاص مش عايزة تاكل رنجة، فهعمل نص كمية الخضار على قد الرنجة اللي هتتعمل مثلا على قد الأكلة بتاعتي يعني. يعني حطيت نص الطماطم ونص الخيار ونص البصل ونص الجزر. الرنجة كانت عادبة شوية، فضفت لها يعني سنة ملح صغيرة كده، انما لو هي ملحها مظبوط ما تضيفيش ملح ولا اي حاجة. وحطيت نطرة فلفل كده ونطرة شطة، وحطيت بقى معلقتين زيت، وقلبتهم في بعض. صوتي رايح من ساعة ما اكلت الرنجة. وقلبتهم في بعض كده بقى، ولقيت طعمها جميل جدا يعني. ملحها مظبوط لما حطيت نطرة الملح، وغرفتها كده في الطبق، وحضرت معاها شوية طحينة. الطحينة البيضة بتبقى مع الرنجة تحفة، وشوية شيبسي، او ممكن تحمري بطاطس اللي انت عايزاه. وبكده خلصت حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.